السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، سعيدة بلقاكم كيف العادة في فيديو جديد ووصفة جديدة. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ عتيقة. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال وصحة جيدة يا رب. ان شاء الله اليوم باذن الله غادي نقترح عليكم كيش بالدجاج بعجين اللي كيجي ساهل، كيجي مرمل وناجح، وكذلك بحشوة لذيذة بزاف واقتصادية. على بركة الله نبداو في هذه المقادير، من بعد منهم الطريقة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للعجين غادي نحتاجو فيه 125 غرام ديال الزبدة اللي تكون من اصل حيواني، الزبدة اللي تكون بحرارة المطبخ، 250 غرام ديال الدقيق، راس معلقة صغيرة ديال الملحة، راس معلقة صغيرة ديال بودرة الثوم، راس معلقة صغيرة ديال الزعتر، وبيضة كاملة. بالنسبة لبودرة الثوم والزعتر هاد المكونات باش نسمو هاد العجين ديالنا، يعني ملي كيطيب كتجي فيه ديك الطيبة ديال الثومة والطيبة ديال الزعتر. الا ما كانش عندكم يعني بودرة الثوم يمكن انكم ديروا فقط الزعتر. غادي ناخدو هذاك الدقيق ونعمل اولا نزيد عليه 125 غرام ديال الزبده. انا استعملت من اصل حيواني لانها كتعطي مذاق، يعني كتجي احسن من انكم ديروا ديال العلبه. وضفت عليها التوابل، الملح، الزعتر، وكذلك بودره الثوم. غادي نخدم هاد المكونات باطراف الاصابع. غادي تحاولوا انكم تخدموا مزيان هاد الزبده، يعني الهدف ديالنا اننا نحصلوا على عجين او على خليط اللي كيكون مرمل. يعني كتحاولوا انكم تفركوا هذيك الزبده مع الدقيق بهذا الشكل هذا اللي انا كنوريكم في الفيديو، يعني بحال كنلبسوا هذاك الدقيق بالزبده. كيف ما تيبان لكم راه كتجي مرمله. تناخذ حبه وحده ديال البيض، غادي نجمع بها الخليط. في حاله ما تجمعش لكم العجين، في حالات فقط، يعني هي غالبا غير بيضه وحده كتكفي. ممكن تزيدوا معلقه كبيره ديال الماء حتى لجوج فقط. يعني العجين ما تيبغيش يعني يكون مرخوف. العجينه كتكون قاصحه شويه وقابطه، ما تندلكوهاش، فقط كنجمعوها يعني بحال الشكل ديال العجين المورق. فقط جمعوها بيديكم، هذا هو الشكل ديالها. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يحتفظوا بالعجين في المجمد، راه ممكن انكم تحتفظوا به في المجمد حتى تبغيو تستعملوه. انا غنخدمها مباشره، يعني اللي غادي نعمرها مباشره. كنحاولوا اننا نسرحوا العجين بين جوج ديال الورقات او جوج ديال البلاستيكات بحال اللي بغيتو. انا حاولت انني نسرحها بشكل طولي باش نعطيها القياس ديال المول اللي انا نستعمل. الا كنتو استعملتوه دائري غيجيكم ساهل. يعني هذا المول هذا حاولوا انكم ملي تسرحوا العجينه ما امكن تعطيوها شكل اللي يكون مستطيل. وغادي العجينه ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه، يعني السمك راه غيكون باين لكم في الفيديو. وغادي نحاول انني نوضع العجينه ديالي، نهز الورق باش نقلب العجينه ديالي فوق من المول اللي انا استعملت. اللي كيف ما قلت لكم المول ممكن تستعملوا مولات صغار فرديه او دائريه، او لا ممكن ديروا هذا المول الطويل حتى هو تيجي زوين في المنظر. غادي نحاول انني ندخل العجين مزيان في الجوانب ونحاول نضغط عليها بالاصابع ديالي. نحاولوا ندخلوا مزيان باش هكذا كتاخذ لنا الشكل ديال المول. ومن بعد كنحاولوا اننا نحيدوا هذوك الزوائد بالموس. كدوزوا الموس من الجناب هكذا باش كيجيكم الشكل ديالها زوين ومقاد. وبالنسبه لهذوك الزوائد راه ما ترميوهمش، اكيد ممكن تعملوهم في المجمد او لا ممكن انكم تعملوا بهم دي ميني كيش كيف ما انا عملت. يعني داك الشيء اللي بقى لي عملت به واحد 3 ديال الميني كيش حتى حاجه ما كطيح. غنتقب العجينه ديالي وغادي ندخلها للثلاجه بين ما نوجد الحشوه. بالنسبه للحشوه عملت مقله، عملت فيها شويه ديال الزيت وعملت فيها بصله وحده، وكنحاولوا اننا نشلضوها رقيق وغادي نديها ونجيبها حتى كتذهب. كيف ما تيبان لكم اللون ديالها كيتذهب. من الاحسن دائما البصله ملي نكونوا باغيين نخدموا بها في هاد الحشوه تكون طيبه مزيان وتكون مذهبه، يعني كتجي في المذاق ديالها احسن. عملت قطع ديال الدجاج، كميه ديال الدجاج، وكذلك الفطر كيبقى على حساب نتوما شحال بغيتو ديال شحال غادي تعمروا ديال لي كيش. انا استعملت تقريبا هنايا واحد 250 غرام ديال الصدر مع علبه صغيره ديال الشامبينيون. ضفت عليها شويه ديال الملح، شويه ديال بودره الثوم، شويه ديال الابزار، وضفت كذلك شويه ديال الزعتر وشويه ديال السودانيه اللي كتبقى اختياريه. هادو هما التوابل. ما غاديش نضيفو توابل بزاف لان الحشوه تبقى بحال هكا بيضه، يعني ما نعملوش فيها الخرقوم اولا التحمير. غنخلط مزيان هاد المكونات حتى كتنسجم. ممكن كذلك اللي ما عندهاش بودره الثوم تعمل واحد الفص ديال الثومه وتشحروا مع الحشوه. من بعد ملي كتنشف ليا الحشوه كنطفي عليها. ملي كطيب ليا الحشوه راه كيبدا هذاك الفطر كيطبق. بالنسبه لاباغاياكيش غادي نحتاج فيه 2 الحبات ديال البيض، 200 مليلتر ديال الكريمه، ما يعادل كاس ديال العنبه ديال الكريمه. اللي ما عندهاش الكريمه ممكن تستعمل 2 ديال الياغورت طبيعي. من بعد ما زدت الكريمه غادي نزيد التوابل. بالنسبه للتوابل تقريبا بحال التوابل اللي استعملت في الحشوه. شويه ديال الابزار، غادي نستعملوا شويه ديال الملحه، غنزيد شويه ديال الملحه، شويه ديال بودره الثوم، وشويه ديال
الزعتر ممكن تضيفوه اولا ممكن ما تضيفوش، يعني على حسب الرغبه ديالكم، غير هو تيعطي صراحه واحد النكهه زوينه لهاد لاباغي كيش. بالنسبه للخميره كنعمل فقط الراس ديال المعلقه، راس معلقه غير هكا باش يجيني لاباغي كيش ديالي اولا الكيش ديالي يجي من فوق، ما يجيش هابط. غادي نزيد كذلك معلقه صغيره ديال النشا الذره، وكذلك كنضيفوا الفرماج الاحمر، لكن ما غادي نضيفو حتى نخلط هاد المكونات مزيان، يعني نخلط هاد لاباغي كيش مزيان، ومن بعد غادي نزيد في الاخير شويه ديال الفرماج الاحمر اللي كيعطي واحد المذاق لذيذ لهاد لاباغي كيش اولا لهاد الكيش. خلطوه مزيان حتى كتنسجم لكم مزيان هذوك المكونات. ومن بعد ما خلطت المكونات مزيان غادي نضيف في اخر مرحله شويه ديال الفرماج الاحمر. من بعد ما وجدنا المكونات كلها، لا الكيش ديالي من بعد ما كتبرد ليا الحشوه نخرجو من الثلاجه وغادي نعمل فيه الحشوه. كنحاول انني نوزع الحشوه بشكل اللي كيكون متساوي، نحاولوا انكم تقادوها مزيان باش ما تجيش بلاصه خاويه بلاصه عامره. من بعد ما قديت الحشوه في الكيش غادي نعمل لاباغي كيش، يعني غنحاول انني نفرغ هاد لاباغي كيش بواحد المغرفه. كتحاولوا انكم تعمروا غير القياس، غيبقى ليا منه واحد شويه غادي نعمر به هذوك لي ميني كيش اللي كنت صاوبت. ومن بعد في اخر مرحله غادي نضيف شويه ديال الفرماج. بالنسبه للفرن عملته شاعل على 180 درجه، الحراره غتكون غير من الاسفل، نخليه حتى كيطيب مزيان ويبان ليا كيذهب من الجناب. ومن بعد ملي كيتحمر ليا كيبان، يعني كيبان ليا بدا يتحمر، غادي نشعل عليه الفوق باش يكمل الطياب ديالو. وصلنا مشاهدي الكرام نهايه هذا الفيديو. كنتمنى فعلا الاقتراح ديالي كان نال اعجابكم ونال استحسانكم. كان الاقتراح ديالي هو عباره عن كيش بالدجاج اللي كيجي رائع جدا، بعجيني كيجي هشيش وكيجي مرمل، والحشوه كتجي لذيذه بزاف، كتجي اقتصاديه في المقادير ديالها وكتجي لذيذه. ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله نقترح عليكم بعض الحشوات باش تنوعوا في ليكيش. لاول مره كيزور القناه ما ينساش يشترك في القناه وكذلك يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. لايك الفيديو اللي عجبكم، اللي عنده اي سؤال يخليه لي في التعليق ان شاء الله غادي نجاوبه. كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه ونتلاقاو باذن الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.